لا بديل عن الفوز عند النادي الاهلي. النادي الاهلي في افريقيا لازم يقتل اي فرقه هيلاعبها. اللي عاوز يكسب افريقيا يا باشا لازم يدوس على اي فرقه تيجي قدامه. ما اضحكش عليك، طبعا فرحان بفوز النهارده، ولكن انا كاهلاوي طماع شويتين. كان نفسي نكسب 5 ولا 6، خصوصا ان الماتش كان يسمح بده، وربنا انا متاكد كنتوا انتوا كمان فرحتوا. انما الاهلي فاز 3 بس على القطن الكاميروني بهدف محمد شريف واحمد القندوسي ورأفت خليل. كمان مبسوط من اللاعبين الشباب اللي بقينا نشوفهم كتير في النادي الاهلي. الاعمار بدات تزيد يا جدعان، والملعب عاوز نفس. علي معلول ما زال اسرع دليفري في مصر، وهو كان احسن لاعب الاهلي النهارده. ومبسوط كمان من القندوسي وتسجيله اول اهدافه مع النادي الاهلي. وكمان مبسوط من رأفت خليل، شكله هيبقى لعيب جامد، وان شاء الله يبقى مولد نجم جديد في القلعه الحمراء. كده بقى يا ابو الكباتن، مجموعه الاهلي بتقول ايه؟ كل فرق المجموعه لعبت 3 ماتشات. صن داونز الاول ب7 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثاني ب6 نقاط، والنادي الاهلي في المركز الثالث ب4 نقاط، وفي المركز الاخير القطن الكاميروني ب0 نقاط. مش بقول لكم كان نفسنا نكسب 5 ولا 6؟ فهل النادي الاهلي قادر على العبور من دور المجموعات؟